إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 10 من يناير عام 2024. كما عودناكم دائما وأبدا مستمعي الأعزاء، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، نقدم لكم بعد ذلك فاصلا غنائيا، ثم تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف، وفيها نستكمل وإياكم الجزء الثاني والأخير من المقابلة التي أجراها الزميل أحمد شريف مع المناضل والناشط السياسي الإريتري عبد القادر خليفة هبتيس. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الرئيس الصومالي يقوم بزيارة إلى إريتريا هي الأولى منذ اندلاع الأزمة مع أثيوبيا بسبب توقيع الأخير مذكرة التفاهم مع أرض الصومال. تقرير الواشنطن بوست يصف إريتريا بأنها أرض الخوف، وأن نظام السجون فيها دليل يجسد وحشية الدولة. وسيطرت قوات الحركة الشعبية الشمال على مدينة الدلن جنوب كردفان يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات، والخارجية السودانية تصف جولات قائد الدعم السريع الخارجية بالدعاية الكاذبة. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. قام الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بزيارة مفاجئة إلى إريتريا تستغرق يومين، وبحسب الإعلام الإريتري فإن الرئيس الصومالي عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الإريتري إسياس أفورقي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة حسن شيخ محمود بعد أسبوع من اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين بلاده وأثيوبيا على خلفية توقيع الأخير مذكرة تفاهم مع إدارة إقليم أرض الصومال بشأن السماح لأثيوبيا بمنفذ بحري مقابل الاعتراف الرسمي وحصة من الخطوط الجوية الأثيوبية، وهو الاتفاق الذي رفضه الصومال. وكان الرئيس حسن شيخ محمود قد أصدر مرسوما رئاسيا بإلغاء الاتفاق واعتباره باطلا، كما قام الصومال باستدعاء سفيره لدى أديس أبابا للتشاور. تجدر الإشارة إلى أن إريتريا كانت قد قامت بتدريب قوات صومالية يقدر قوامها ب5,000 جندي عاد معظمهم إلى الصومال بعد 3 سنوات من التدريب في إريتريا، بينما بقيت مجموعة منهم للمشاركة في تدريب الوحدات العسكرية الصومالية الجديدة بالمشاركة مع القوات الإريترية. من جهة ثانية، قدم وزير الدفاع في حكومة أرض الصومال عبد الغني محمود عاتي استقالته من منصبه احتجاجا على توقيع رئيس إدارة الإقليم لمذكرة التفاهم مع أثيوبيا، موضحا أن الرئيس موسى بيحي عبده لم يتشاور قبل إبرام الاتفاق مع وزرائه الذين سمعوا بالتوقيع على مذكرة التفاهم عبر وسائل الإعلام. وأضاف أن أثيوبيا لا تريد البحر والميناء فحسب، بل أنها تريد الاستيلاء على أراضي الصومال. نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن معسكرات الاعتقال في إريتريا، وأجرت مقابلات مع 42 سجينا سابقا تحدثوا عن الظروف المروعة التي عاشوها أثناء فترة الاعتقال جراء التعذيب المتكرر. وذكرت الصحيفة بأن إريتريا هي أرض الخوف التي لم تعرف منذ استقلالها قبل 3 عقود سوى زعيم واحد هو إسياس أفورقي، وأن لا شيء فيها يجسد وحشية الدولة اليوم أفضل من نظام سجونها. وأضافت أن إريتريا مليئة بالسجون المرعبة التي تنتشر فيها زنزانات من الخرسانة المتصدعة تحت الأرض، وسجون شديدة الحرارة مصنوعة من الحاويات، وأقفاص مكتظة بمئات الرجال
الذين يضطرون للنوم على جوانبهم كالساردين، بينما يقف زملائهم وهم منهكون لإفساح المجال لهم، مضيفة بأن هنالك سجون عبارة عن حفر غير عميقة مغطاة بأسقف من خشب وطين منخفضة للغاية بحيث لا يستطيع النزلاء الوقوف. بيد أن ما ذكرته الواشنطن بوست لا يعد جديدا، بل هو معلوم لعامة الإريتريين منذ العقد الأول لاستقلال إريتريا، إلا أن تسليطها الضوء على ذلك يأتي في سياق خلع أفورقي رداء التبعية للغرب والارتماء في أحضان روسيا والصين، وهو ما رأت فيه واشنطن تمردا عليها، وكان بإمكانها الضغط على أفورقي بوسائلها المعروفة لو أرادت رفع الظلم والاضطهاد الذي يمارسه على شعبه. في التطورات السودانية، دخلت قوات الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو إلى مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، وقامت بالانتشار في المدينة. ووفق ما نقلت الشرق الأوسط عن تقارير محلية، فإن السكان رحبوا بدخول قوات الحركة الشعبية إلى المدينة واستقبلوها، بينما غض الجيش السوداني الطرف وأبدى عدم ممانعته لدخول قوات الحركة الشعبية إلى المدينة، وهو ما اعتبره المراقبون متغيرا في التحالفات في جنوب كردفان، لا سيما وأن الخطوة جاءت عقب سيطرة قوات الدعم السريع على منطقة هبيل الاستراتيجية والزراعية الواقعة شرق مدينة الدلنج. وكان متوقعا زحف قوات الدعم السريع إلى المدينة، لكن استباق قوات الحركة الشعبية حال دون ذلك. وفي الشأن السوداني أيضا، قالت وزارة الخارجية السودانية إن الوصول لوقف إطلاق نار وبدء عملية سلام شاملة مع الدعم السريع مرهون بالتزامها بتنفيذ إعلان جدة الإنساني. وحول الجولات الخارجية التي يقوم بها قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقل حميدتي، قالت الخارجية السودانية إنها دعاية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قادة الميليشيا الإرهابية، والتي قالت بأنها مسؤولية تامة عن أسوأ الانتهاكات للقانون الإنساني والدولي، وفق ما جاء في بيان الخارجية السودانية. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إرنا. مستمعي الكرام، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات مع الزميل أحمد شريف، وفيها نقدم لكم الجزء الثاني والأخير من المقابلة التي أجراها الزميل أحمد مع المناضل والناشط السياسي الإريتري عبد القادر خليفة هبتيس، والتي قمنا بتأجيلها وإرجائها إلى هذا الأسبوع، وذلك لتقديم موضوعات تتناسب مع السنة الميلادية الجديدة. نتابع سويا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة في برنامج متابعات، ونتابع ما بدأناه من حديث مع الأستاذ الناشط السياسي الأستاذ عبد القادر خليفة هبتيس. أستاذ عبد القادر، مرحبا بك في الجزء الثاني من المقابلة. أهلا وسهلا، مرحبا. طيب أستاذ عبد القادر، في الحلقة اللي فاتت تحدثنا عن مشاهد تاريخية لمناضلين وشباب وأمهات من إريتريا وتحديدا المنطقة الغربية، وبالتحديد تقريبا يعني ركزنا حديثنا في التضحيات اللي كانت موجودة في مدينة أغردات وبركة بشكل عام. أستاذ عبد القادر، طبعا نحن كتب علينا أن نعيش دائما القلق والمتابعة والتطورات في منطقة القرن الإفريقي، وهذه الأيام طبعا المنطقة تشهد تطور ما عادي. فأولا كده، ما هي متابعاتك وملاحظاتك لما تشهده دول المنطقة وتحديدا إثيوبيا، إريتريا، الصومال؟ تفضل أستاذ عبد القادر. طبعا الواحد يتابع بقلق التطورات الجارية في منطقة القرن الأفريقي، بدل ما الناس القرن الأفريقي ودول القرن الأفريقي تحاول مسألة التكامل ويكون في عمل التكامل، حتى الناس ممكن يفكر في مسألة بناء اتحاد كونفدرالي يربط بين دول منطقة القرن الأفريقي. بدل من كده بدأ التوتر بين دول القرن الأفريقي نتيجة لسعي الرئيس وزراء إثيوبيا أنه يقول والله هو عاوز البحر بأي ثمن، ويدعي كذبا أنه يوم من الأيام كان عندهم بحر وغيره وغيره. تاريخيا ما كان حتى دولة أكسوم هي دولة بتاع مدينة وليست إمبراطورية كانت في إثيوبيا كلها يعني.
ما كان اجزاء واسعه من شبرا كانت تخضع لاكسوما، فيدعي بانه تاريخيا انه كانت مساواه وعسب كانت حقهم، ويقال انه هيدا الثلاثي هو رجعها لهذه المنطقه. فبدلا ما انه يحاول زي ما عنده علاقه مع جيبوتي كان يعمل ممكن مع اريتريا يستفيد من عسب ويستفيد حتى من بربره او يستفيد من اي منطقه في الصومال من البحر. لكن للاسف الشديد انه يقول لك نحن لابد ان نكون نحن دوله محوريه ودوله كبيره، لابد ان يكون عندنا بحر، بدون بحر ما ممكن. يعني يقول لك النيل والبحر هو بالنسبه لنا شيء اساسي. فده قاعد يفجر الصراع بدل ما يحاول يهدي ويتفاوض ويتحاور على اساس انه يستفيد من الدول المجاوره دي اللي عندها المطلع على البحر. فتحديات هنا رئيس وزراء اثيوبيا يعني ما شجع، يعني ما هنا واحد. طيب شفت شنو؟ طيب استاذ عبد القادر، هذا الرجل بدايته كانت تشبه بدايه تبشر بانه رفع شعار سلام وسلام مع إريتريا واتفاقية السلام، وظهر كرجل يعني إلى أن نال يعني نوبل بتاعت السلام هذه. شنو هل كانت دي كلها مسرحيات وتمثيل؟ شنو اللي غير هذا الرجل، ولا أصلا كان هو يعني دسدس في الأشياء؟ وهل هي العقلية الإثيوبية التي لا تتغير مهما تبدت في مظاهر بتاعت ديمقراطية وسلام وأمن؟ شوف استاذ احمد، ابو احمد طبعا الناس ما كانت تعرفه، او شخصيه ما كان شخصيه بارزه، هي الناس ما عرفته. بمجرد ما طرح مساله السلام والحوار وغيره، الناس صفقت لابو احمد دون ما تعرف انه هو كان هدفه الاساسي هو التخلص من حكم وين تجراي في اثيوبيا. بعد ما تخلص او تحالف مع اريتريا وتحالف ايضا مع الامحره وتخلص من التجراي، بدا بعد ده طموح انه داري ينفرد، يبقى هو الزعيم، هو الامبراطور، زي ما قال انه هو امه كانت تحلم بانه حيبقى امبراطور يعني. يبدو خدع كل ما خدعنا سياسي، يعني نحن خدعنا سياسي انه الرجل كان الناس يعتقدوا انه سياسي معتدل، ولقطاع كبير جدا من بالذات انا ناقشت بعض اعضاء في القياده بتاع الجبهه الشعبيه سابقا يقول لنا السياسي والرجل المحترم والرجل المعتدل وغيره، يعني اتضح لنا السياسي انه الرجل ما معتدل، جزار هو يعني. تجربه. فنفس الشيء هذا الانسان خدع الناس دي كلها يعني، ولا ما ممكن فجاه يتحول من شرير، من زول خير الى رجل شرير يعني. ويعني هل نستطيع ان نقول انه هو يتماهى مع العقليه الاثيوبيه، السيطره والهيمنه بالضبط. الاثيوبيين بالمناسبه بقول لك انه نحن اصلا كاريتريين بالتحديد ما حيجينا اي خطر الا من اثيوبيا، اذا كان من الامحر اذا كان من التجراي. عشان كده اي خطر حيجي لإريتريا ما حيجي من السودان، ما حيجي من جيبوتي، ما حيجي من الصومال، ما حيجي من اليمن. الخطر دائما حيجينا من اثيوبيا، لانه الاثيوبيين عندهم النظره التوسعيه، عندهم العقليه التوسعيه على حساب الاخرين. وانت تعرف تاريخ اثيوبيا استاذ احمد انه بالدم تم توحيد اجزاء واسعه من اثيوبيا، يعني ما باتفاق، ما برضا بتاع، بقوه السلاح اجبروا المقاطعات انه يتوحدوا بقوه وفرضوا هيمنتهم يعني. عشان كده دائما الخير ما نتوقع نحن من الاثيوبيين يعني، وعشان كده دائما ما نديهم رقبتنا يعني. يجب ان نفكر نحن في انه دائما الخطر حيجي من اثيوبيا، الا اذا كان الاثيوبيين فعلا تغيروا وقدروا يحاولوا يتعايشوا مع الواقع الموجود في المنطقه بتاع الغرب الافريقي. بعد ده الناس ممكن تفكر كيف تنسق، كيف تعمل، اذا كان اتحاد كونفدرالي، اذا كان في شنو ممكن يجمع هذه الدول كلها وتبقى فعلا كتله اقتصاديه، وعدد كبير من شعوب المنطقه دي لما تتوحد حيكون مثلا عددنا اكثر من 150 مليون، او حيكون تاثيرنا اكبر في منطقه مش في منطقه الغرب، حتى في افريقيا كلها. والناس المفروض تفكر للمستقبل، ما تفكر لمساله الليله يعني. ممكن يفكروا لليله ما لي بكره. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو. ومصداقا لحديثك أستاذ عبد القادر إن إثيوبيا التوسعية لو نظرنا لها تاريخها كله تاريخ حروب وتوسع. شوف امتدادهم للسودان، منطقة القلابات والفشقة، شوف امتداداتهم لبرضو الصراع مع جيبوتي، الصراع مع إريتريا، والصراع الآن دخل إلى الصومال وقديم ما بعيدة زي ما أنت عارف،
وإلى أرض الصومال اليوم. فإيش اللي يمنع إنه العقلية الإثيوبية دي تهدأ من فلسفة وفكرة التوسع من أجل إراحة الشعب؟ اليوم الأوضاع في إثيوبيا، يعني إريتريا هذه نحن اللي بنقول عليها فيها تدني اقتصادي وأمن ما فيش وكل شيء، بالنسبة لإثيوبيا الآن إريتريا أفضل حال يعني. فاللي يمنع شنو العقلية الإثيوبية؟ أنه تقعد مع نفسها كده وتشوف مصالح شعوبها يعني. ما هو ده عاوز له زور عقلاني، يعني دائما الجانب العقلاني انك انت بتغيم وين الخطا وين الصواب. يعني زي التاجر مثلا في خلال سنه يغيم باع شنو خسر شنو ربح كم. يعني هم المفروض الفلبيين يشوفوا عقليتهم دي اللي خلتهم يخسروا، يعني انه يخسر المنطقه، يخش في حروبات. حتى منطقه اوغادين، منطقه اوغادين ما كانت تاريخيا من الايام جزء من اثيوبيا. نعم تاريخيا لو اخذتها ما كانت جزء من اثيوبيا. فتره قريبه اخذوا اوغادين ضموها لاثيوبيا بتاعنا. فالعقليه التوسعيه دي المفروض انهم يقعدوا مع نفسهم، يعني المفكرين والكتاب وعقلاء المجتمع الاثيوبي المفروض يقعدوا مع بعض يشوفوا هم عاوزين شنو، والحاجه اللي عاوزينها كيف يصلوا لها. عشان يصلوا لها لابد ان يكون في حوار وسلام مع منطقه الغرب الافريقي كلها يعني. فاذا هم قعدوا مع نفسهم وغيموا تغييم صحيح بالتاكيد حيصلوا لنتيجه بانهم اخطائهم هي اللي دفعت الناس هربوا منهم يعني. فبدون تغيير، بدون انه هم يراجعوا الخطوات اللي عملوها كلها من ايام الامبراطوريه، بالتاكيد ما حيمشوا لقدام يعني. أنا في ظني، نعم شكرا لك أستاذ عبد القادر، في ظني إنه في عقليتين في إثيوبيا. لو توافقني مثلا، في عقلية الحكام وفي عقلية الشعوب. زمانك عقلية الحكام اللي بيجوا على دفة الحكم في إثيوبيا كان كأنه هي عقلية الشعوب ذات الملايين ديل، يعني عقليتهم واحدة. لكن أنا أقول نتيجة إفرازات الحرب بتاعت الوياني، حرب مع إقليم تجراي مثلا، وآثارها وفجائعها الكبرى وحتى على نطاق إثيوبيا كلها، أنا بتابع إنه عموم الشعب الإثيوبي ما قاعد يتماهى مع عقلية الحكام. يعني الليلة الشعب الإثيوبي مثلا لما نلوح إنه حناخد البحر ولازم يكون عندنا ميناء بالقوة بأي شيء، يعني أنا كثير من الأصوات الإثيوبية سواء كان من مواطنين عاديين، من أصحاب رأي، من قادة فكر وكده، عارضوا الفكرة دي معارضة شديدة. ما زي ما زمانك أول الإثيوبيين أنت ما تقول لهم البحر والميناء وكده يمشوا معاك. الآن طبعا هو باتفاقية توقيع اتفاقية مع أرض الصومال، والصومال المعترف به عارض على هذه الفكرة. هل نستطيع أن نقول إنه الشعب الإثيوبي بدأ يتغير؟ وأعتقد في معارضة كذلك من مجموعة من الإثيوبيين على توقيع اتفاقية جزئية والصومال ما موافق عليه، وكأنه قاعد يدخل في حرب مع الصومال. هل نستطيع أن نقول إنه الشعب الإثيوبي، الشعوب الإثيوبية حقيقة ما زي زمان، ولكن سلطة القادة والحكام هم الذين يدفعون بهذا الاتجاه؟ توافق الرأي أستاذ عبد القادر؟ لا بالتأكيد الشعوب الإثيوبية أصلا هي مصلحتها مربوطة بالشعوب بتاع المنطقة، يعني ما عندها مصلحة أصلا تخش في حروب يعني. لكن دائما النخب، إذا كان النخب العسكرية أو السياسية، هي اللي تلعب دور سلبي في الجانب ده يعني. ولا الإثيوبيين ما عندهم، الشعب الإثيوبي ما عندهم أي مصلحة إنه يخش في صراع مع الإريتريين أو مع الصوماليين أو حتى مع السودانيين يعني. ما عنده مصلحة، ما عنده مصلحة في أي مشكلة يعني. أنت تعرف إنه حتى إمبراطور طالب بجيبوتي أن تكون جزء من إثيوبيا يعني. لولا الفرنسيين احتمال كبير جدا الإثيوبيين كانت تستولى على جيبوتي، لكن وجود الفرنسيين في جيبوتي هو اللي حمى الإثيوبيين أنه يستولى على جيبوتي. فمطالبهم حتى مش كانت في إريتريا أنه تبقى إريتريا جزء لا يتجزأ من إثيوبيا، حتى جيبوتي كانوا يطالبوا بها يعني. نعم. والشعوب الإثيوبية بالتأكيد ليس من مصلحته أنه يخشوا معنا في صراع أو مع أي دولة ثانية يعني. لأنه إذا كان في صراع معناه ما حيكون في تطور اقتصادي، ما حيكون في أمن، ما حيكون استقرار. أنت تعرف أنه أكثر من مليون لاجئ إثيوبي موجودين في السودان. نعم. هذه إذاعة إرنا. طيب أستاذ عبد القادر، الآن الصومال المعترف به قال إنه حيدخل، رفض الاتفاقية وأدان وقال لا يعترف بها، هي اتفاقية غير قانونية بين إثيوبيا دكتور أبي وأرض الصومال،
وقال مستعدين نواجه وندخل كل الاحتمالات واردة بما فيها الحرب. يعني إذا دخلت إثيوبيا مع الصومال في الحرب، ولا ننسى أنه إريتريا دربت آلاف الجنود الصوماليين، هل يعني ذلك يعني دخول إريتريا في معركة بشكل مباشر أو غير مباشر زي ما دخل مع دكتور أبي ضد الوياني؟ هل حكومة أفورقي ممكن تدخل في مواجهة مساندة للصومال في مواجهة إثيوبيا؟ هو المشكلة شيء يعني أساس بدل ما يستخدم الجانب الاستراتيجي بل يستخدم التكتيك. يعني تكتيكيا مثلا دخل في صراع مع تجراي وضرب تجراي، مع انه مصلحه الاستراتيجيه المفروض اصلا ما يكون طرف في الصراع اللي كان دائر بين ابو احمد وتجراي واحد. لا، عوامل كثيره جدا يعني المفروض ما كان يتورط فيها، بس يسر المغامر وممكن يغامر، اكيد ما من مصلحته ولا من مصلحتنا انه نحن نغامر او الاريتريين يغامروا او الحكومه الاريتريه تغامر او السياسي يغامر انه يخش في معركه مع اثيوبيا، لانه انت في النهايه كل ما انت خشيت المعركه حتبقوا الشهداء، حتقدم شهداء، حتسبب في ضرر في العلاقات التاريخيه بينك وبين الشعوب الاثيوبيه، زي ما حصلت التجراوي قاعد يتهمونا بانه الاريتريين اغتصبوا وعملوا كذا وقتلوا كذا وكذا يقولوا. ما مدى صحه المعلومات دي ما مضمونه 100%، لكن في النهايه انه في اتهام من جانب تجراي بانه الجنود الاريتريين ارتكبوا جرائم ضد التجراوي يعني. فالمفروض ما يورطنا يعني، ما يدفعنا نحن براميل بتاع الدم بكره احنا ندفع او الشعب الاريتري يدفع يعني. في الاتجاه الاخر استاذ عبد القادر هبتيس، ولا نزال معكم في اذاعه إيرينا الدوليه من باريس وفي برنامج متابعات، مع الشكر الجزيل استاذ عبد القادر. في الاتجاه الاخر في جبهه المعارضه والمقاومه، تفتكر استاذ عبد القادر جبهه المعارضه والمقاومه الاريتريه بالذات الموجوده في الداخل والخارج كمان، وبالذات في الخارج، هل تفتكر انه قاعد تتماهى مع تطورات الاحداث في المنطقه وتغير من استراتيجيتها وما الى ذلك، وانت على راس مجموعه معارضه ومقاومه سياسيا واعلاميا كذلك؟ الكوش المعارضه الاريتريه فعلا بتتابع، يعني انه في متابعه من قوه التغيير في هناك، لكن المشكله الموجوده وين؟ انه قوه التغيير يعني الان في اريتريا في ازمه، يعني ازمه النظام الاريتري اللي ما قادر يطلع نتيجه لهيمنه الرئيس انه مسيطر على كل شيء هو، فاقتصاديا البلد يمشيها مكتب الرئيس، البلد ماشيه لتدهور، ده كلها لانه في ازمه، النظام ما قادر يطلع من الازمه، لانه اصلا وجود اساس هو سبب الازمه. لو راح اساس ممكن الوضع يتغير ويبقى افضل. اذا كان في الحكومه الاريتريه بتعاني من ازمه، برضه المعارضه الاريتريه قاعده تعاني من ازمه. هي بتتابع الاحداث اهلا وسهلا، لكن مع متابعه الاحداث هل لها تاثير؟ تقدر تاثر في الاوضاع الموجوده في منطقه الغرب الافريقي؟ هل تقدر تاثر في الوضع الموجود في داخل اريتريا مثلا، اذا او في منطقه الغرب الافريقي بشكل عام؟ فالمشكله وين موجوده؟ انه المعارضه الاريتريه عندها ايضا ازمه داخليه، الازمه دي انه ما قدرت تتجاوز. المفروض نحن كلنا كمعارضه يكون عندنا وقفه ذاتيه، اي حزب سياسي او اي تنظيم سياسي المفروض يقف في خلال 30 سنه بعد الاستقلال عملنا شنو نحن؟ كيف الخطوات اللي اتخذنا؟ هل كانت خطوات صحيحه ولا ما كانت صحيحه؟ شنو اخطائنا؟ شنو سلبياتنا؟ شنو ايجابياتنا؟ المفروض يكون في تقييم، يكون وقفه ذاتيه، ويكون في شجاعه انه الناس تمارس نقد، ومش النقد بس تنتقد عن نفسها، على الاقل تعمل مراجعه حقيقيه وتنطلق انطلاقه صحيحه عشان تصحح الخطا بتاعها. يعني في خلال 30 سنه جبهه التحرير في خلال 10 سنه ولا 7 سنه قدرت تحرر الريف الاريتري وبدت تسيطر على المدن الصغيره. يعني نحن في خلال 30 سنه ما قادرين مش نحرر البلد، نحرر شبر، ما قادرين نعمل اي شيء، يعني مع غياب الدعم الخارجي. يعني مثلا ما في دعم خارجي، ما في دعم اعلامي قوي في الخارجي. زمان احنا كانوا السوريين، العراقيين، الليبيين، الدول العربيه الله يبارك لهم كانوا يقدموا لنا دعم. اليوم المعارضه التي ما في اي دعم، يعني دعم تماما ما موجود. فالمفروض يكون هنا بالعكس، نحن بدل ما نمشي لقدام التنظيمات الاريتريه بقت تنقسم، يعني انقسامات. يعني انت شوف من سنه 98 مع اندلاع الحرب بتاع بادومي، التنظيمات الاريتريه انقسمت لكم تنظيم، بدل ما تتوحد وتبقى يد واحده انقسمت لكذا. يعني مثلا حركات كذا انقسمت لاثنين، حركات كذا انقسمت لاثنين ثلاث. غير الانقسامات ما في وحده حقيقيه تمت بين قوة التغيير في داخل الصحراء. إذا ما نحن توحدنا، إذا ما عرفنا عيوبنا، إذا ما بقينا نتحمل المسؤولية التاريخية بتاعنا، اوتوماتيكيا نحن حنفشل في التأثير على مستوى الغرب
الافريقي. ده بجانبه الجانب الثاني الجماهيري، يعني مثلا 80% من الشعب الاريتري يعارض النظام بتاعنا. يعني قله هم الملتزمين في التنظيمات السياسيه، لما تساله يقول لك يا اخي التنظيمات دي فاشله وفاشله. اهلا وسهلا فاشله، انت ما تجي وتجدد، انت ما تدعم المعارضه عشان تمشي لقدام، انت ما تبقى سلبي تقول له والله يا اخي المعارضه فاشله. اذا انا فاشل انا تعال، اذا تنظيمي ما ينفع مثلا روح في حزب الشعب الديمقراطي، حزب الشعب الديمقراطي يقول مثلا والله ما كويس، اوكي في تنظيمات ثانيه اعمل فيها. اذا ما لقيت التنظيمات دي كويسه اعمل تنظيم جديد فعلا انه يكون عنده استعداد للتغيير. فانت لو شفت انه الجزء الاكبر يعني حتى منظمه المجتمع المدني ما قدرت تعمل حاجه. المفروض منظمه المجتمع المدني تعمل مهرجانات، تكتب مذكرات بتاعتها، تعمل لقاءات، تتصل بالجهات المؤثره في المنطقه، تحاول تحرك الوضع الموجود في داخل اريتريا باي وسيله من الوسائل ممكن، اذا كان وسيله عسكريه او وسيله عنايه سياسيه. والمشكله ازمتنا بقت ازمه عامه، يعني المعارضه قاعده تعاني من ازمه، الحكومه الاريتريه قاعده تعاني من ازمه، وازمه النظام هو وجود السياسه. اذا راح السياسه ممكن الوضع يكون افضل بكثير يعني، او على الاقل يتصلح يعني، لانه ما حيكون في زول عنده الجراءه والشجاعه دي السياسي يقول لا. الثاني ممكن يقدموا تنازلات، وريتريا دي بلد كلنا يعني، اذا كلنا نحن ما تحركنا فيه بالتاكيد ما حتمشي. فالمعارضه بتتابع الاحداث يعني وتطلع مذكرات بتاع، لكن للاسف الشديد تاثيرنا بقى محدود، ما نقدر نحرك شارع في عروضات يعني. نحن في 74 و 73 كنا نحرك شوارع في مدينه عروضات، وكنا نوزع بيانات ومناشير. الان ما في قوه سياسيه تقدر تحرك شارع في من شوارع إريتريا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. إذا معناها المشكلة هي أزمة أمة يا أستاذ عبد القادر، وليس أزمة أحزاب وتنظيمات؟ لا ولا بالمناسبة الشعب الإريتري شعب يعني نبيل وشعب شجاع وشعب يضحي بالمناسبة. يعني من خلال متابعتنا نحن الشعب بالمناسبة ما من الشعوب اللي تركع. ممكن تزهج منك، ممكن تشوفك ان انت ما قاعد تعمل، لكن في النهاية هذا الشعب يا اخي والله يعني قبيلة مرة من واحدة من القبائل زي ما تقول لك عشيرة مش قبيلة، هزمت ألولا لما جاء من تجراي، هزموه يعني عشيرة أنا ما أقدر أقول لك اسم العشيرة دي، هزموه لألولا في منطقة الساحل الشمالي يعني. وشعبنا شعب أبي وشعب غوي وشعب مضحي، بس كيف يلقى القيادة اللي تقوده؟ كيف يلقى له الناس اللي يقودوه ويوروه؟ الناس اللي انقادت لما جت حركة تحرير ما عملت شهر ولا شهرين انتشرت في كل إريتريا، من مصوع لكرن لأوردات شكلت فروع. ليش؟ لأنه الشعب الإريتري كان عنده استعداد عشان يضحي وعشان يموت. وأهلك أنت شفت في أوردات وشفت في مناطق ثانية شعبنا بالمناسبة الشعب يضحي. فالأزمة ما أزمة الأمة الإريترية والشعب الإريتري، هو أزمة قيادات بتاعنا. أزمة نخبة يعني. النخب بالضبط هي المشكلة، مش مشكلتنا احنا، مشكلة أفريقيا كلها يعني والعالم الثالث. النخب هي اللي قاعد تقود لشعوبها للورع يعني، بدل ما تقود لقدام هي قاعد تقود للورع. ومثال بسيط السودان يعني، السودان اليوم اللي قاعد يعني فيه من يتمنى للسودان يحصل له ده. نعم. بدأ يوريك إنه في أزمة بتاع نخب قادت وفشلت في قيادة العمل الوطني في السودان يعني، وده ينطبق على معظم الشعوب الغارة الإفريقية وشعوب أماكن ثانية يعني. نعم. تفتكر إنه إسياس لما نقول الحكومة الموجودة هي إسياس يعني إسياس بمعرفته للشخصية النخب الإريترية استغل فينا هذه الحلقة الأضعف في المجتمع الإريتري؟ أستاذ عبد القادر، هل تفتكر إنه إسياس بمعرفته يعني الحكومة دي هي حكومة إسياس وعلى رأسه هو إسياس، فمعرفته للتركيبة الإريترية وعقلية النخب لأنه احتك بها في جبهة التحرير، في قوات التحرير، في الجبهة الشعبية، استغل فينا ضعف الاستراتيجيات للنخب وتفكيرهم وهكذا؟ بالتأكيد، لأنه المشكلة وين يا أستاذ أحمد؟ نحن عندنا مشكلة، وده ممكن تكون المشكلة بشرية مش لنا نحن الإريتريين لوحدنا، لأنه الإريتريين بالمناسبة أكثر عطاء. وأنا يعني عملت معهم في كسلة يعني عطاء، يعني النسويين بتاعنا، أخواتنا، أمهاتنا، يعني شديد العطاء الإريتريين بيدوا ما بيبخلوا. أنا أذكر سنة 77 أستاذ أحمد كنا نلف في كسلة لدكاكين عشان يدون الملابس للجرحى بالتحرير وللشهداء يعني.
يا اخي الناس دي اللي ما عندهم ارتباط باريتريا يتبرعوا علينا كان بالهبل، كان يتبرعوا علينا بكميات كبيره من مساعدات كانوا يقدموا لنا. نحن كنا نمشي بعربيه وتدمر العربيه نوديها للمكتب بتاع الجبهه، مكتب اللجنه التنفيذيه كان برئاسه حسن ايمان يعني. فشعبنا بيدي، بس المشكله وين وجود السياسي يعرف النخب بتاعنا، والنخب بتاعنا شنو. انا مثلا اذا كان جاء الكلام ده من احمد انا دائما احقر كلام احمد، يعني زي ما يقول بالتقرا اغضب ابوه يعني. ما اقول انه والله احمد ده استاذ احمد ده انا ادعمه، اذا وصلنا للطريق الصحيح اهلا وسهلا، اذا ما وصلنا ممكن احنا نصحح. فالمفروض ما يبقى شت ناس من انتفى قريه ناس انتفى قريه، لا ما كده هو. المفروض المعارضه والقوه الوطنيه المفروض انه تفكر المستقبل، ما تفكر الليله من يقودنا. كل الناس اللي كانوا يقودوا الثوره ما ماتوا. وين عبد الادريسي؟ هو قائد ورمزي يعني. وين عبد الادريس؟ وين محمود حسن؟ وين كل الشهداء اللي ماتوا؟ وين احمد ناصر؟ وين سيوم؟ كل الناس اللي ما ماتوا استشهدوا، ما فضلوا يعني، خلاص انتهى. فاصلا نحن في النهايه حنعيش كم 70 سنه 80 سنه. المفروض نفكر لاريتريا انه اريتريا تكون الاولويه هي اريتريا، مش الاولويه ان عبد القادر الكتيس يقود يعني. يقود شنو يعني؟ ممكن تقود انت، ممكن يقودنا اي واحد ثاني. فالمفروض ما يكون تفكير انا يما اقود انا يما حزب يفرتك، او اقود انا او كمان القوى السياسيه يعني. فالمفروض يكون تفكيرنا يكون تفكير استراتيجي، انه نحن نفكر لاريتريا ولمستقبل اريتريا، ما نفكر انه لا عبد القادر يقود. عبد القادر يقود لشنو؟ هو حتى لو غاب حيقود كم 20 سنه 10 سنه ما حيموت يعني في النهايه، وحيبقى الشعب الاريتري يعني. يا سلام، كلام في الصميم. ودائما استاذنا عبد القادر الرجل الوطني النقابي والناشط السياسي، دائما الحديث معك ذو شجون ومهم جدا، ولذلك أنا يعني لجمت فمي ما دار أقاطعك. شكرا لك أستاذ عبد القادر، وإن شاء الله يعني ما نعدمك ونتواصل معك اللقاءات القادمة إن شاء الله. إن شاء الله يكون على اتصال إن شاء الله دائما، وإن شاء الله دائما إن شاء الله نتقابل في الخير إن شاء الله. بارك الله فيك. مستمعينا الأعزاء، كان معكم الأستاذ عبد القادر خليفة بتيس من مدينة ميلبورن في أستراليا، يتحدث عن الوضع الراهن وعن واقع الوطن والمنطقة وواقعنا نحن كمقاومة ومعارضة، بالذات النخب وقادة الأحزاب والفعاليات السياسية. معكم كنت محدثكم أحمد شريف. تحياتي وتحيات الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم. شكرا لك أستاذ أبتيس، وإن شاء الله نلتقي بك في لقاء قادم إن شاء الله. إن شاء الله. الله يخليك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة الأسبوع من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الرئيس الصومالي يقوم بزيارة إلى إريتريا هي الأولى منذ اندلاع الأزمة مع أثيوبيا بسبب توقيعها مذكرة التفاهم مع أرض الصومال. تقرير للواشنطن بوست يصف إريتريا بأنها أرض الخوف، وأن نظام السجون فيها يجسد وحشية الدولة. وسيطرة قوات الحركة الشعبية شمال على مدينة الدلن جنوب كردفان يؤدي إلى اتساع نطاق المواجهات، والخارجية السودانية تصف جولات قائد الدعم السريع الخارجية بالدعاية الكاذبة. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية في باريس، وحتى الملتقى في البرنامج القادم في أمان الله.